والحديث أكثر عن ملف الهجرة واللجوء في ألمانيا ينضم إلينا من لايبزيغ رشدي شياحي الصحفي المتخصص في الشأن الألماني. إذا رشدي، وزيرة الداخلية الألمانية في آخر تطور تأمر بفرض رقابة مؤقتة على كل الحدود الألمانية، ألن يؤدي ذلك إلى عرقلة حرية الحركة في الاتحاد الأوروبي؟ طبعا فرض رقابة 100% على الحدود الألمانية مسألة صعب تطبيقها على أرض الواقع، ولكن حرية حتى ولو قامت ألمانيا بذلك تبقى حرية التنقل هي واحدة من الركائز التي قام عليها ويقوم عليها الاتحاد الأوروبي، ويجب أن يكون فرضها فقط في الحالات الاستثنائية فيما يتعلق بالتهديدات الأمنية أو الأزمات الصحية، ويجب أن يكون ذلك لفترات محددة بشكل واضح. أعتقد ألمانيا إذا تم وفرضت فعلا الرقابة على حدودها فستعتمد على بند التهديدات الأمنية، ولكن ذلك الرقابة على الحدود ستؤثر سلبا على تنقل اليومي نعم. للأشخاص، وقد تصل حتى إلى التأثير على التجارة. نعم. وهناك جدل طبعا بالنسبة لصد المهاجرين واللاجئين من على الحدود، هل هذا الإجراء قابل للتطبيق عمليا؟ لا أعتقد أن هذا الإجراء قابل للتطبيق عمليا لأسباب كثيرة، ومنها مثلا أن ذلك يتعارض مع قوانين الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي بحكوماته وبمؤسساته هو ملزم باحترام القوانين التي قام عليها، سواء اتفاقية جنيف سنة 1951 التي تمنع الإعادة القسرية لطالبي اللجوء أو المهاجرين إلى بلدانهم التي قد يتعرضون فيها إلى التعذيب أو التنكيل أو حتى مبادئ حقوق الإنسان. بالرغم من ذلك تبقى هذه مسألة جدل كبيرة، ويجب على الدول الأعضاء الالتزام بالتزاماتها أو الإيفاء بالتزاماتها الدولية والأوروبية في مجال حقوق الإنسان وحماية اللاجئين، مع البحث عن حدود عادلة ومستدامة لإدارة ملف الهجرة. هناك نقاش طبعا واسع حول هذه النقطة ونقاط أخرى متعلقة بملف الهجرة واللجوء داخل الائتلاف الحاكم وأيضا مع الحزب المعارض الأكبر المسيحي الديمقراطي. هل سيوافق حزب الخضر وتصل بالتالي الحكومة إلى توافق مع المعارضة حول هذه الإجراءات والاقتراحات؟ صراحة لا أعتقد أن حزب الخضر سيوافق على هذه الإجراءات، خاصة أن حزب الخضر بعد الأحداث الأخيرة أحداث العنف الأخيرة التي صارت في ألمانيا هو يرى أن المشكلة لا يتعلق بالمهاجرين، ولكنه مشكل أمني، وعلى وزارة الداخلية القيام بإجراءات أخرى لحماية المواطنين. لذلك من غير المرجح أن يوافق حزب الخضر على الإجراءات الصارمة لصد اللاجئين ومراقبة الحدود، لكن قد تكون هناك إجراءات تؤخذ بسبب الضغوط الاجتماعية التي تمارس على الحكومة الحالية، وقد يجبر حزب الخضر على التنازل والموافقة على بعض الإجراءات. شكرا لك رشدي شياحي الصحفي المتخصص في الشأن الألماني، كنت معنا من لايبزيغ.